الديفايس اللي قدامنا ده اسمه بي اتش ميتر. بي اتش ميتر ده بيعرفنا الحاجه اللي قدامنا دي هل هي اسيد ولا بيز ولا نيوترال. مترقم من 0 ل 14، 7 في النص بالظبط. لو الرقم طلع 7 يبقى الحاجه دي نيوترال، لا هي اسيد ولا هي بيز. كل ما يقل عن ال7 يكون اسيد، ولو قل اكتر يكون سترونج اسيد، ولو زاد عن ال7 بيكون بيز او الكلاين، ولو زاد كتير بيكون سترونج بيز او سترونج الكلاين. تعالوا نشوف الووتر اللي قدام دي، هو كاتب عليها نيوترال، يعني كده الرقم مفترض يطلع 7 زي كده. نجرب حاجه تاني مثلا زي الميلك. تعالوا نشوف هيطلع قد ايه. الرقم طلع 6.5، ده معناه ان هو ويك اسيد، يعني داخل ناحيه الاسيد شويه. نجرب مثلا حاجه تانية زي الكافي مثلا، القهوه. الرقم طلع كام؟ الرقم طلع 5، ده معناه انه اسيد. عشان كده ينصح ان احنا ما نشربش قهوه كتير، عشان الاسيد ده خطر على الاستومك او المعده شويه يعني. جرب مثلا الفوميت، على انها حاجه مقرفه شويه بس نجربها. الرقم طلع 2، يا نهار ابيض، ده معناه ان هو سترونج اسيد، لان هو اصلا خارج من الاستومك، والاستومك